يا مساء الخير. أعزائي المشاهدين، التاريخ بيقول إن الفنانين زيهم زي غيرهم زي الناس الطبيعيين، لكن أحيانا بتبقى حياتهم مختلفة، بيتعرضوا لمواقف صعبة، محاولات قتل واغتيال بسبب مثلا مشاعر حب من طرف واحد أو مسائل انتقامية زي مجنون ليلى والكلام ده. النهارده في حلقة النهارده الحقيقة هنكشف عن أو التاريخ هيكشف لنا عن تفاصيل محاولات قتل واغتيال لبعض الفنانين الزمن الجميل. هنعرف بسبب ايه. اغلبها الحقيقة كانت بسبب الحب من طرف واحد. بعد الفاصل هنعرف التفاصيل. طبعا يا جماعة هنبتدي نتكلم النهاردة عن أول محاولة اغتيال كانت لفنانة من فنانين الزمن الجميل، المطربة منيرة المهدية. في أواخر العشرينات تعرضت لحادثة اغتيال عن طريق مجنون بحبها. عمدة ريفي الحقيقة كان ليه سطوته الكبيرة ونفوذه على الفلاحين في قريته. كان الحقيقة بيحضر حفلاتها في القاهرة وبيعشقها جدا، لكن إنها رفضت حبه ليها، فقرر إن هو ينتقم منها. طلب منها الجواز، بس هي كمان رفضت حبه ورفضت الجواز منه. فحب إن هو اعتبر إن ده الإهانة ليه، وقرر إنه يموتها. ايه اللي عمله؟ جاب مجموعه من الفلاحين اللي هم بيدينوا ليه بالولاء وشويه بلطجيه، وراح على المسرح اللي كانت بتقدم فيه، اللي كانت بتمثل فيه. والحقيقه قعدوا يعني في اول صفين يحضروا البروفات، وبعدين بالليل جم الفتوات دول قعدوا في أول صفين في أول عرض مسرحي للمسرحية اللي كانت فيها منيرة المهدية. وبعدها الحقيقة مدير الفرقة المسرحية حس إن في حركة مريبة في المسرح، فقرر إنه يبلغ البوليس. وفعلا البوليس جه وقبض على الفتوات دي واللي اعترفوا بجريمتهم ومحاولة قتلهم لمنيرة المهدية اللي باءت بالفشل، وتم القبض على العمدة ورفضه من العمودية. دي كانت أول قصة لفنانة الزمن الجميل المطربة منيرة المهدية زي التاريخ ما بيقول. تعالوا نشوف مين هو الشخص التاني اللي تعرض لمحاولة اغتيال بسبب الحب. الحقيقة تاني ممثل اتعرض لقضية أو محاولة اغتيال كان الفنان علي الكسار، الفنان الكوميدي اللي كلنا بنحبه مهما مرت السنين، لكن علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية. الحقيقة كانت في بنت مبتدئة ممثلة في فرقة علي الكسار، وكانت بتعشقه جدا وبتحبه جدا، لدرجة إنها قالت له إن هي بتحبه، لكن إنه زعق لها وقال لها من فضلك ما تقوليش، يعني شيلي الفكرة دي من دماغك. لكن هي أصرت يعني إنها تستمر في حبها ليه وإعجابها بيه، وكانت مولعة جدا، شغوفة جدا بحبها بيه. وفي يوم كانت في غرفته في المسرح واعترفت له تاني بحبها ليه، لكن زعق لها ورفض مرة تانية، فحاولت انها تنتقم منه عن طريق انها تحط له سم في الاكل بتاعه. فاتسللت للغرفة بتاعته اللي فيها الاكل وحطت له فعلا دسة السم في الاكل اللي هياكله علي الكسار. ولما جه ياكل الاكل فقعدت تفكر قبل ما يجي ان ده ممكن يخليها تدخل السجن، ان ده ممكن يعمل فركشه طبعا وينهي الفرقه بتاعت علي الكسار واللي هي من ضمنهم،
وبالتالي بيتها هيتخرب وبيت اصحابها هيتخرب. ضميرها رجعت مرة تانية، استعادت ضميرها وراحت لغرفة علي الكسار وهو لسه بيقول يا هادي وبيناوي ياكل، راحت رامية الأكل واعترفت له اللي عملته، إنها دست له سم في الأكل، فطردها من الفرقة والحمد لله جت سليمة. الحقيقة محاولة الاغتيال الثانية كانت للفنان الكبير فريد الأطرش. الحقيقة تعرض فريد الأطرش لمحاولتين قتل. الأولى كانت من خلال واحد كان متسابق بيتنافس معاه في سباق الخيل، وخسر السباق وخسر ماديا جدا بسبب السباق ده اللي كسبه فيه فريد الأطرش. الراجل ده كان من اسكندرية وجه في ملهى ليلي في القاهرة، ساكر جدا، كان بيدبر يومها انه يقتل فريد الأطرش انتقام للي حصل منه وخسارته المادية اللي تسبب فيها فريد الأطرش لما كسب سباق الخيل. الحقيقة لما سكر في الملهى الليلي ففضل يخطرف بقى بالكلام ويقول ان هو عايز يقتل فريد الأطرش علشان خسره ماديا عشان كذا وكذا وكذا. وطبعا الناس اللي قاعدة أخدت بالها وسمعت اللي بيقولوا، فبلغوا البوليس وتم التحقيق معاه واعتذر عن فريد الأطرش وقال له إن أنا كنت حسن النية. المحاولة الثانية لقتل فريد الأطرش إنه كان في سهرة في اسكندرية، وكانت في ممثلة مبتدئة اسمها ضحى، كانت بتحبه يعني معجبة بيه، مش لدرجة الحب، لكن لما غنى في السهرة دي في اسكندرية وقفت فوق الترابيزة من الترابيزات القريبة من فريد الأطرش وقعدت ترقص وتتمايل بجسمها. فكان واحد كان بيحبها كان موجود في السهرة دي، ضربها بالقلم وغار عليها طبعا، وكان عايز يقتل فريد الأطرش بسبب غيرته على محبوبته، لكن محاولته بقت بالفشل. الحقيقة المحاولة الرابعة هي محاولة قتل الفنان يوسف بيك وهبة. وقعت في غرامه ستات وبنات كتير جدا، لكن الحقيقة كانت في بنت أمريكية عايشة في مصر هنا حبته حب يعني ملوش وجود. الحقيقة كانت بتحضر مسرحياته بشكل كبير جدا، وكانت معجبة جدا بيه وبتلحقه في كل مكان، لكن هو كان بيحاول ان هو يتهرب منها، فده غاظها جدا وافتكرت انه بيحب واحدة تانية وفكرت انها تنتقم منه. أجرت فتوات من شارع عماد الدين وحاطوا بأبواب الخلفية للمسرح يوسف وهبة علشان يقتلوه. وفي اليوم ده فعلا عملوا كده بالليل، وهو جاي للمسرح راحوا ماسكينه وعاملينه كبش فدا، وهي ماسكه المسدس وهتصوب الرصاص المسدس عليه، لكن بذكائه كان الحقيقه محتاط وكان مبلغ البوليس لانه اتعظ من محاوله اغتيال اول مطرب غنى زوروني كل سنه مره محرم، المطرب حامد مرسي اللي تم اغتياله الحقيقه عن طريق برضو محاوله اغتيال عن طريق واحده كانت معجبه بيه، فلما رفض حبها راحت رميه عليه ميه نار، هي كانت بتقصد ترميها على وشه للتشويه ولكن جت على ايده فشوهته. فالمحاولة دي كانت قريبة جدا من حادث أو كان توقيتها قريب من حادث يوسف وهبة، فاحتاط جدا ويعني قال ايه اما اخد احتياطاتي وابلغ البوليس لحسن تعمل زي مجنونة حامد مرسي. وفعلا البوليس كان عنده علم وكان مراقب المكان، وتم
القبض عليها وعدم التعرض ليه مرة تانية. الحقيقة كمان إنه محمد عبد الوهاب بلغ البوليس نظرا لأنه كانت بتجيله تهديدات من السيدة الأمريكية دي بالقتل، وفعلا البوليس قبض عليها ورحلها خارج مصر. الفنان التاني اللي تعرض لمحاولة قتل هو الفنان محمد عبد الوهاب، اللي حبته واحدة من الطبقة الراقية جدا في مصر، وكانت يعني شغوفة ومولعة جدا بيه، وكانت برضه بتلاحقه في كل مكان، ولكن لما رفض حبها وحاول انه يتهرب منها قررت تنتقم منه. ازاي ما تحبنيش؟ الحقيقة بلغ عنها البوليس وطلب من الشرطة انها تتعهد ان البنت دي تتعهد بعدم التعرض ليه مرة تانية. كمان يا جماعة يعني الحقيقة زي ما احنا شايفين ان مجنون ليلى، لكن المرة دي كانت مجنونة قيس. كتير طبعا جدا بنشوف الفنانين ومعجبينهم، وحاليا بنشوفهم على المسارح اللي تطلع تحضن المطرب، اللي المطرب يعني إشاعات بقى وقصص كتيرة جدا الحقيقة بيعيشها الفنان أو الفنانة، يمكن تكون مختلفة عن حياة الناس الطبيعيين، وزي ما قلنا ممكن تعرضهم للقتل والاغتيال. بكده بتكون خلصت حلقتنا، واتمنى اشوفكم في حلقة جديدة على خير.